نسأل أي حد. نسأل أي حد جوه. تعالي. زيهم زينا هنسألهم ليه؟ تعالي يا شيخ تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت نستلم اللبن المدعم منين؟ اللبن المدعم شباك 4 اللي هو بره ده. شكرا. تعالي. هو ده شباك 6 يبقى المفروض هنا لو سمحت هو شباك 4 فين؟ هو الطابور ده. يا لهوي يا محمد. شايفة الزحمة؟ قلت لك نيجي بدري. الساعة 8 الصبح، مش عارفة كل دول جم امتى اصلا. جم امتى ايه ده؟ في ناس بايتة هنا من امبارح. شفتي اللبن ابو 5 جنيه عامل ازاي؟ ربنا يكتبه لنا يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب. انا اسف انا اسف معلش. اتحمست. يا رب. ايه ده؟ دول مش بيدوا شنط. حط بقى شوية في شنطتي ولا حاجة. شنطتك احنا ناخد 42 علبة هنحطهم في الشنطة يا شو؟ المرة الجاية انت يا استاذ الشهر الجاي بقى ان شاء الله. خلص يلا. فين كارت الاستلام بتاعك؟ ايوه ثانية واحدة امسكي دي. اتفضلي يا فندم الورق كله اهو. وادي بطاقتها وانا بطاقتي جوه في الورق. ورق ايه وبطاقه ايه يا استاذ؟ فين كارت الاستلام اللي انت بتستلم بيه كل مره؟ لا انا ما استلمتش قبل كده، دي اول مرة استلم. انت ما طلعتوش اصلا وجاي تستلم كده وخلاص. روح يا استاذ اخر الممر اداره الامومه والطفوله، خد منهم موافقه علشان تاخد منهم كارت الاستلام. اتفضل. محمد قلت لك اسأل قبل ما نقف في الطابور ده على الفاضي. وانا عارف منين يا شو؟ كنت جيت قبل كده يعني؟ انا اسف والله يا استاذ، انا فاكر ان انا هستلم على طول يعني. تستلم كده على طول؟ ليه هو مال سايب؟ يلا يا استاذ اتفضل. اللي بعده. يلا شو يلا ما تنحيش. يلا يلا. بقول لك ايه يا ست الكل، هو فين المكان اللي بنقدم فيه على اللبن المدعم عشان ناخد الموافقه ونستلم الكارت وكده؟ تاني غرفة على اليمين. بقول لك ايه، انت متأكدة ان انت ما عندكيش لبن في صدرك؟ اصل لو عندك لبن في صدرك اعملي حسابك هم هيرجعوكي. هيرجعوني ليه؟ ايوه عشان ما بيدوش اللبن ده الا اللي ما عندهاش لبن في صدرها. يا سلام. خلاص هنقول ما عندناش لبن في صدرنا. ما ينفعش يا استاذ، هيعرفوا. هيعرفوا ازاي يعني؟ دي حاجة شخصية جدا على فكرة. ما هو يا استاذة قبل ما يمضوا لك على الموافقة لازم يعملوا لك فحص ثدي، ده قانون. محمد فحص ايه وانا جاي ارخصها ولا ايه؟ انت بتقولي ايه يا ست انت؟ ايوه عشان يعرفوا لبنها قد ايه. بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عنك يا شو امال عني يعني؟ اهدوا بس انا هفهمكم. اصل في ناس بتيجي تاخد اللبن المدعم ده ابو 5 جنيه وهم اصلا مش محتاجينه فبيبيعوه في السوق السوداء، فلازم فحص عشان يتاكدوا ان انت تستحقي ومش مكفيه الطفل. فهمتوا بقى؟ هو ده الموضوع. ما هو مش طفل واحد يا حاجه، فاستحاله يعني هتكفيهم. توأم يعني. ده اللي جايبه توأم ما بتتفحصش، ده انت حظك حلو. الحمد لله خفنا على الفاضي يا لا محمد. الحمد، ما هو ده اللي بنحاول نفهمه لك من الصبح وانت عامله فحص فحص فحص. يلا بقى عشان تلحقوا بسرعه. مبروك يا اختي، مبروك مبروك على اللبن. شكرا شكرا يا ست الكل. مش هتتفحص ما تخافيش. عادي هنا